الله، الله بجد، روقان وهدوء. انا بحب اعمل حاجات حلوة كده، يعني كيكات وكده، والقهوة او النسكافيه، وفي قعدة هدوء وروقان كده واشربها. تعالوا نشوف انا بعمل الكيكة دي ازاي. انا عندي كوباية الا ربع من اللبن، وعليه عصرة نص ليمونة كده، ومعايا نص كوباية من الزيت، وعليها معلقتين، يعني حوالي 135 جرام كده. ومعايا كوباية الا ربع من السكر، وممكن تبقى كوباية كاملة على حسب ذوقك يعني. ومعلقة من الفانيليا وثلاث بيضات. هضربهم مع بعض بقى كده، ويبقى القوام زي ما انتم شايفين. عندي بقى في بولة هجيب بقى الدقيق، كوباية ونص من الدقيق الفاخر او دقيق كيك، وهنخله، لازم يتنخل عشان خاطر يبقى فيها هوا. تمام. ونحط كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وربع كوباية من الكاكاو الخام الأسباني. الكاكاو لازم يكون نوعه حلو عشان يديكي نتيجة حلوة، ولازم يتنخل برضو زي ما انتم شايفين. ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ده باقي المعلقة عشان ما كانتش مليانة قوي. واقلبهم مع بعض كده، واخلي كل المكونات الجافة مع بعض كده تمتزج، واسيبهم بقى كده، ونشوف بقى هنعمل ايه. هننزل بقى بالمكونات السايلة واحدة واحدة، ومش عايزة أبالغ قوي في التقليب. يعني أنا حطيته على المقدار على مرتين، ممكن تحطيه على 3 براحتك يعني، بس هو يعني برضو أنا مش عاوزة تقليب كتير عشان خاطر الكيك ما يبقاش معجن معاكي في الفرن. وبعد ما اخلص تقليب بقى وكده، اكون جايبة البايركس بتاعي او الصينية. هي الصينية المناسبة حوالي مقاساتها يعني 20 في 30، او 25 في 35، او مقاس 26 يعني لو هتجيبي الألمونيوم او اي نوع تاني، وعشان خاطر بس ايه ما تبقاش عالية. وهحطها في الفرن الساخن من قبل كده على درجة حرارة 180. بتاخد حوالي 25 أو 30 دقيقة. بتطلع بحطها كده، بسيبها تاخد راحتها بس شوية كده، يعني ما تبقاش سخنة قوي. واخرمها زي ما انتم شايفين كده. انا الكيك عندي ناعم جدا وطري جدا. لو انا مش عاوزة يعني احط لبن، تمام. عايزة احط لبن، انا معايا لغاية نص كوباية من اللبن، انا هحط ربع كوباية من اللبن، عشان انا مش بحبها تكون طرية قوي يعني. انا بحبها تكون في الوسط، وتكون معقول. هي اصلا الكيك مش محتاج تسقية اصلا، بس انا عشان اخليها طرية شوية بس وتاخد وقت شوية لو اتحطت في التلاجة، ما يبقاش فيه اي مشكلة معايا. نسيبها بقى كده، ونروح نعمل بقى الكراميل. معايا كوباية ونص من السكر، لازم يكون الحلة كبيرة وغويطة يعني. وفي حلة تانية او في لبنة احط كوبايتين من اللبن، وعليهم معلقتين من النشا، وادوبهم واسيبهم على جنب. نروح بقى للسكر بتاعنا، كوباية ونص سكر على نار هادية خالص. هحطهم طبعا في حلة تكون كبيرة عشان تاخد راحتها خالص، السكر ياخد راحته وما يتحرقش من مكان ومكان تاني يفضل ابيض. ولازم السكر يكون ابيض ونعمل حبيبات عشان خاطر ينجح معاكي. ما بقلبهوش خالص، مش بحط فيه اي معلقة او اي حاجة، لغاية ما ياخد لون من النص كده زي ما انتم شايفين. هو كده بدأ ياخد لون. تمام. واهم حاجة لما اجي استخدم، ما استخدمش معالق خشب، عشان المعالق الخشب بتخليه يحتفظ بالرطوبة. تمام. انا بقى ببدأ ان انا ايه اقلب وادخل في الجوانب دول في النص كده، وابدأ اقلبه بكل هدوء، وما تقلقيش من اي حاجة، وكله هيفك خالص دلوقتي، والكلكعة دي كلها هتسيح. تمام. هو بيبان ان هو يعني متعب جدا وما بينجحش، واحيانا كتير ما بينجحش معايا، بس دي يعني اخر حاجة توصلت ليها يعني، في ان انجح معايا صوص الكراميل. فبمشي بالطريقة دي وبتنجح معايا الحمد لله. جربيها بقى كده، ان انتي خليه في حلة كبيرة، ويكون السكر مفروض كويس عشان الحرارة تتوزع بطريقة متساوية. وبتبقى بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، سهل وبسيط جدا ومفيش اي مشكلة فيه. بس كده يعني. حاولي بقى ان انتي تجيبي الجناب كده، وهتتقلب معاكي بكل سهولة، وهتسيح معاكي بكل سهولة.
ولو عندك أي فكرة تانية أو طريقة تانية للكراميل ياريت تقوليلي في التعليقات عشان بنتعلم من بعض أكيد. كده كله ساح مع بعضه خلاص كده زي ما انتم شايفين، زي ما انتي شايفة كده. عندي بقى نص كوباية من المية وهحطها، وطبعا زي ما قلنا لازم الحلة تكون غويطة عشان خاطر ما تتأذيش من الكراميل لأنه بيبقى اللسعة بتاعته صعبة جدا. بس هو كل ده بقى ايه هيسيح تاني بعد الكلكعة دي كده والشكل اللي انت شايفاه ده هتسيح دلوقتي معايا، وهتبقى سهل جدا انها تبقى يعني هتبقى مية كراميل عادي جدا يعني. تمام اهي كده بقت تمام جدا. الكلاكيع دي كلها اللي انت شايفاها هتسيح برضو زي ما انت شايفة كده كله ساح. هنزل بقى بالخليط اللي احنا عملناه اللبن مع النشا، وهنزل بيه على طول كده وهقلبه كده بقى علشان خاطر يعني يمتزج مع بعضه كده زي ما انتم شايفين. تمام. بصوا بقى كده هو بدأ يغلي معايا كده، هحط له بقى زبدة. شايفة هو بدأ يتقل شوية. طبعا احنا ده الكراميل الاقتصادي لان الكراميل المفروض بيتحط له كريمة خفق او كريمة لباني. انا بقى بعوض الكريمة اللباني باللبن اللي محطوط عليه نشا ومعلقتين الزبدة. زي ما انتوا شفتوا انا حطيت الزبدة بعد ما بدأ يغلي شوية، وهتسيح هي في الحرارة. ولو لقيت القوام لسه خفيف قلبي مع البخار يعني هتتبخر والكريم كراميل هيتقل معاكي كده. القوام ده انا حبيته كده كويس جدا. عندي كوبايتين من الفول السوداني المتحمص، بيبقى فيه فول سوداني محمص ملح خفيف، هو ده المطلوب. باخده وبقشره وزي ما انت شايفة كده ممكن تفصصيه لنصين وممكن تخليها زي ما هي الفول السوداني تبقى الواحدة صحيحة يعني ما بتبقاش مقسومة نصين. وتقلبيه كده وهو سخن زي ما هو كده بنزل بيه على الكيك. ودي احلى كيكة سنيكرز تعمليها بجد جميلة جدا. كيكة السنيكرز دي من الحاجات اللي بعشقها، مغذية جدا وجميلة وولادك هيطلبوها منك. وممكن بدل الفول السوداني تعمليه لوز، بس احنا قلنا بقى تبقى اقتصادية وتبقى سنيكرز بالفول السوداني. وانا حبيت بقى ان انا اعمل بس خطوط كده الكريمة بالشوكولاتة الكابري. سيحتها على حمام مائي وحطيت كده بقى ايه عملت لها خطوط كده عشوائية تدي شكل بس مش اكتر. بسيبها تهدى شوية بقى الكيك واحطه في التلاجة عشان خاطر بتبقى جميلة وهي مترطبة شوية ما بتبقاش سخنة يعني. بجد هتعجبكم جدا الكيكة دي، كيكة السنيكرز بجد تحفة. زي ما قلت لكم مغذية جدا، الفول السوداني مغذي جدا طبعا والولاد هيحبوها قوي. ولو بتحبي فعلا شوكولاتة السنيكرز دي بجد تبقى جايهالك مظبوط بجد يعني هتعجبك جدا. جربيها وياريت تقولولي بقى رأيكم فيها لأنها فعلا تستاهل التجربة. وانا يا ريت اكون عرفتكم كل التفاصيل عنها وكل الحاجات اللي تنجح اللي تخليها تنجح معاكي وتبقى بجد زي ما انا عملتها كده بالظبط. انا ما بخلتش عليكي باي معلومة. يا ريت ما تنسنيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. شكرا جدا لمتابعتكم ليا، بجد جميلة جدا ومن جمالها بجد ما تتوصفش. يا ريت تعملوا شير بقى للفيديو على الفيسبوك وتعملوا لي بقى لايكات كتير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. ويا ريت تشيروه بقى مع أصدقائكم بقى. وشكرا جدا لمتابعتكم بجد ليا، بجد كلامكم بيفرحني لما حد بيقولي ان انا عملت الوصفة دي او الطريقة دي من ايدك يعني من طريقتك بتبقى حاجة بجد بتبسطني جدا. بصوا الكيك وجماله، يا ريت بقى تجربوه. وشكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.